الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإنسان المسلم الذي ليس له أخلاق فما قدم للإسلام. الأخلاق هي الأساس. الصلاة بينك وبين ربك، الزكاة كذلك، أمور العبادات بينك وبين خالقك. أما هناك أمور المعاملات فإنك إما أن تجلب بها المجتمع إلى الإسلام ليروا أن المسلمين عندهم أخلاق، أو أن تصرف عنها الناس. هذا هو الدين، هذا هو ديننا. ديننا كما قلت لكم العبادات تخصك أنت، فقدم ما هو أحسن لهذه الأمة من أخلاقك، من معاملتك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام ما قال؟ قال الدين المعاملة، الدين صدقك، الدين ابتسامتك، الدين حبك، الدين تعاونك مع الناس. ليس الدين أن تصلي وأن تطيل في لحيتك. حففتم الشوارب عهدا وظننتموها فرضا في دينكم، واليوم أطلتم لحية وطولها زاد من غبائكم. نعم الدين ليس لحى، وليس الدين معاملة. المولى سبحانه وتعالى لا ينظر إلى مظهر المؤمن، بل ينظر إلى قلبه وحسن نيته. صح، نحن لا، هذا واقع نعيشه. هناك مطرب إنجليزي هو كات ستيفنس يوسف إسلام قال: والله لو عرفت المسلمين ما دخلت الإسلام. الحمد لله أني قرأت عن الإسلام قبل أن أعرفهم. نعم، لا بد أن نعطي للعالم أن الإسلام دين أخلاق، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتبعه الناس؟ أو تعلمون لماذا؟ لحسن أخلاقه قبل أن يكون رسولا، لأنه كان يطعم الفقير، وكان يؤنس المريض، وكان يساعد، وكان يعطي بلا حساب. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا آمن به الناس في ذلك العصر. من فضلك شيخنا عندك الكشف تعلم كيف نعرف إذا شوفوا، أنا قلت لكم هناك أعراض للمس العاشق وأعراض للعين الحارة وسأعيدها. شوف، العين الحارة ما هي؟ العين الحارة إن أصابك ابتلاء، إن أصابك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدخل الرجل القبر ولا تدخل الجمل القدر، والعين أعظم من السحر. العين سرطان